عايز ادردش معاكم شويه في حاجه ليها علاقه بالاضاءه. يقول لك ايه بقى توزيع الاضاءه ده؟ ليه كذا فكر او ليه كذا منطق. في ناس بتوزع الاضاءه على مزاجها، يعني حط هنا وبتاع، وده اغلب الناس. وفي ناس بتوزع الاضاءه طبقا للمفروشات او الاثاث، وانا من الناس دي بس مش مية مية، واقول لك ليه. وفي ناس بتوزع الإضاءة طبقا لشكلها، يعني شكلها كده في السقف عاملة ايه. وفي ناس بتوزع الإضاءة طبقا آه، للبيئة الضوئية أو الجو العام للضوء. ودي من أصعب الحاجات، لأن أنت هنا مطلوب منك تكون محترف قوي عشان تقدر تتوقع شكل الضوء هيبقى عامل ازاي. ده اللي بيعمله المهندسين عموما يعني. وبيحتاج جانب كبير قوي من الخبرة. وخد بالك البرامج الهندسية ما يعني مش هتديك النتيجة اللي انت ممكن تتخيلها من الضوء من غير ما تجرب عملي او فعلي. طبعا اسباب كتير، يعني فكرة الاضاءة ممكن لو النوع الكواليتي بتاع اللمبة مش كويس، ده ممكن يغير مع الوقت اللون. تلاقي الدنيا اصفرت معاك بتاع كلام من ده. آه، في المحترفين هياخدوا بالهم قوي من اللي انا بقوله ده. ساعات ممكن تشتري طقم لمبات تلاقي واحده مصفرة سنه ومفتاحها سنه وبتاع. الحاجات دي كلها بتفرق على فكره. طيب اسهل طريقه للي عايز يوزع اضاءه ومش فاهم الموضوع ده ان انت تتفرج على آه، بيئه ضوئيه، يعني ستايل اشتغل بالستايل او بالطراز. يعني مثلا انت عايز مودرن، مثلا عايز تعمل حاجه مودرن. خد بالك مودرن دي واسعه ومتشعبه. يعني مودرن دي مش حاجه واحده. المودرنزم او مدرسه الحداثه دي في تحتيها طرز كتير قوي. بس انا ببسط لك يعني. تعال اتفرج على الطرز المودرن، واتفرج على وده هتلاقيه قليل شوية معلش، بس انت هتلاقي داتا كده يعني. اتفرج على توزيع السقف. يعني قليل لما تلاقي التصميم مبين لك السقف. وده على فكرة اتكلمت فيه في آخر مرة كنت في تلفزيون فيها، قلت إن إحنا عندنا ترتيب للأولويات. الفيديو موجود على القناة. ترتيب للأولويات. ترتيب للأولويات يعني أنا أهم حاجة بهتم بيها اللي على الحوائط دي هي اللي عيني دايما بص عليها. فتصميميا مهم جدا. ما بتكلمش على الحوائط على فكرة، على التابلوهات بس، يعني أنا بتكلم على الحوائط حتى على الكنب والفرنتشر والكلام ده كله، وما يتبعوا مع الارضيه طبعا. فانا دايما انا كانسان قريب او اقرب للارض من السقف. عيني دايما باصه في مستوى اقرب للارض من السقف. فصعب شويه انك تلاقي صور ليها علاقه بالاسقف، فهتتعب شويه. ولكن في النهايه اتفرج على الستايل واتفرج على التوزيع الضوئي ليه. اتفرج على الستايل، هتلاقي ان في اغلب الاحيان التوزيع الضوئي مبني على الاساس او مبني على الفرنتشر او مبني على المفروشات. ده في اغلب الاحيان. وهتلاقي في نظامين للتوزيع الضوئي. في نظام بنسميه احنا الموديولة، يعني متوزع كده شبكة كل متر لمبة. ده نظام، مثلا انا بدي مثال ها. وفي نظام تاني تلاقي لا، يعني تلاقيه متوزع معمول تصميم للسقف. النظام اللي معمول تصميم للسقف ده لازم هتلاقيه مبني على الفرش. لو معمول مش مبني على الفرش هتلاقي فيه جزء منور وجزء تاني مظلم. واللي مظلم في قطعة أساس تحته أنت مش شايفها، واللي منور مفيش حاجة تحته، شايف كده نور منور لك حتة فاضية وخلاص. فأعرف منين إن التوزيع الضوئي اللي قدامي صح؟ بص على السقف وبص على الفرش. شوف هل هو مبني على الفرش ولا لأ. لقيته تمام بالنسبة لك وشكل التوزيع ده كويس، أنا ما بقولكش اختار نفس قطع الفرش، ولكن اختار نفس أماكن الفرش على الأقل. دي أسهل طريقة إن أنت توزع بيها إضاءة لو أنت مش محترف. طيب اكتر الاضاءه ولا اقللها؟ إيه، عاده الكتره افضل، لانك تقدر تتحكم في انك تقلل. لكن لو الاضاءه عندك قليله هتبقى عندك مشكله. لو الاضاءه اللي انت حاططها في السقف قليله مش هتعرف تعليها. هتقول لي طيب افرض جبت لمبه الوات بتاعها عالي، اقول لك لا. ليه بقى؟
الإضاءة لما بتيجي تسقط هي ما بتسقطش مباشرة على الأرض، وخصوصا الإضاءات الجانبية بترمي على الحيطة بقى، فأنت هتلاقي الإضاءة رامية على الحيطة بقوة شديدة قوي، أكتر من اللي أنت محتاجه، وده هيبوظ لك شكل التصميم بتاعك، ولو في أي عندك عيوب أو بتاع هتبان. ولذلك أنا دايما شايف إن أنت لو هتكتر في الضوء اوكي هيكون افضل، بحيث ان انا اقدر اقلل، لكن لو هتعلي في قيمة الاضاءة اللمبة نفسها الواحدة دي بتبقى مشكلة، وخصوصا ان انت ممكن يصعب عليك شوية حتة ان انت تتحكم في انك تقلل الضوء او تقلل القيمة الضوئية اللي انت محتاجها في الحالة دي. لو انت حاطط عدد لمبات قليل هتلاقي النور يا عالي يا واطي، لكن لو موزع اضاءات كتير تقدر ان انت تقلل بالتدريج. عيب بقى توزيع الاضاءات الكتير ده حاجه واحده بس، منظر السقف ما بيبقاش حلو، ان انا ابص في السقف كده فلاقي ان انا عندي لمبه في كل حته، ده ما بيبقاش حلو. فعشان كده ارجع تاني واقول لك لو عايز توزع اضاءه اتفرج على حاله تصميميه كامله للطراز اللي انت حابه. يعني انا بحب المودرن، اتفرج على حاله تصميميه كامله للطراز المودرن. يعني إيه حالة تصميمية كاملة؟ ما اشوفش حوايط وارضيات بس وحتة كده من السقف، تشوف الفريم كامل، الحيطة اللي في الوش او الحيطة اللي في الوش والجنب والسقف والارضية، شوف الوضع كامل، وشوف التوزيع الضوئي اماكنه متوزع ازاي او الاماكن بتاعته متوزعة ازاي، وشوف انت هتحط فرشك فين ووزع بنفس الفكرة. دي اسهل طريقه لغير المحترف ان هو يوزع اضاءات او ان هو يعمل بيئه ضوئيه. طيب ينفع نميكس في الوان الاضاءه؟ اه ينفع نميكس في الوان الاضاءه، ولكن بتتعمل بطريقه بقى زي ما بنقول تصميميه، لان انا ما ينفعش ابص الاقي لمبه بيضه ولمبه صفراء، لمبه بيضة. الكلام ده يا جماعه ده غلط. احنا بنميكس في الاضاءه بطرق تانية، يعني انا ممكن الاضاءه تبقى عندي مبيضه والكلام من ده ولونها ابيض وكده، ولكن الوحدات الاضاءه الجانبيه اللمبادير او الاباليك او الكلام ده ممكن تكون مصفره شويه، فتدي اضاءه متزنه، لا هي صفراء ولا هي بيضه، فاهمني يعني؟ فانت دي بتفرق في فكرك التصميمي نفسه، دي بتفرق في فكرك التصميمي. طيب لو جيت قلت انا دلوقتي عايز اوزع الاضاءه بتاعتي، ما بحبش موضوع السبوتات، هل ممكن ان انا استغنى عنها؟ في ناس كتير قوي تقول لك انا ما بحبش فكره السبوتات دي. هل ممكن استغنى عنها؟ اه ممكن، بس طبعا هتخش في معالجات ضوئيه. يعني ايه معالجات ضوئيه؟ يعني تبدا تشوف انت ايه الاماكن اللي انت عايز تنورها، وتبدا تحط فكره هتنورها ازاي. ولذلك في مصمم للاضاءه، هو اللي بيقوم بعمليه ان انا هحط ايه فين والاضاءه ازاي والكلام ده. في مصمم للاضاءه. فلو انت عايز تخرج بره المألوف هنبدأ نلجأ لمحترف عشان يديك ازاي يديك التأثير الضوئي من غير ما يكون عندي اضاءات في السقف اللي احنا بنسميها الاضاءات العامة، اللي هي اللي بيعتمد عليها ان المكان في الإنارة او الاضاءات الرئيسية، عشان يقدر يديك نفس جودة الضوء من غير اضاءات في السقف. ده محتاج فكرة تصميمية، وخصوصا انه هيبدأ يلعب على ايه بقى، يبدأ يلعب على حوايط، على أرضية، هيحط وحدات على الأرضية، هيحط وحدات على الحوايط. فانت بتتكلم في ان انت بتغير اماكن شوية حاجات وكده، زائد بقى التوصيلات بتاعتك. يعني التوصيلات الكهربية هتبدأ ان انت تغير بقى، انت تحط حاجة وحدة إضاءة مثلا معلقة على الحيطة اللي احنا بنسميها لامبدير او كده، يبقى انت بتتكلم في ان انت لازم توصيل للضوء ده. طيب الاضاءات اللي بتبقى مخفيه زي الليد والكلام ده، الليد بروفايل والحاجات دي، دي قصتها ايه؟ دي قصتها ان انت تديك شكل جمالي، ممكن تنور لك المكان، تخليك كده قاعد في جو ضوئي كويس، لكن ما تقدرش تتفاعل معاه بصورة كاملة. يعني ما تقدرش تلبس حاجة كده وتبص على نفسك كده وتشوف الدنيا واضحة معاك وبتاع والكلام ده ولا لا. ده مش هيحصل. فقصة الإضاءة قصة كبيرة، يعني احنا حتى عندنا لما بنيجي نشرحها وبنيجي نتكلم فيها، لا ليها كذا كذا مرحلة، وحتى بعد المراحل دي بتحتاج جانب من الخبرة، لأن البرامج ما بتبينلكش الدنيا قوي. عايز اقول لك ان انا ممكن اخرج الشغل ابعته لك على الموبايل، يبقى الالوان عندك غير الالوان عندي، حسب شاشة الموبايل وحسب الكمبيوتر اللي مطلع الصورة، المعالج بتاع الجهاز نفسه،
الفروق بتبقى طفيفة احيانا، واحيانا لا برضه. فهي محتاجة محترف، لان انت لما بتوزع الاضاءات انت بتوزع طبقا لايه؟ بتوزع طبقا للفرش، بتوزع طبقا للالوان، بتوزع طبقا لالوان المفروشات نفسها. معلش جالي مكالمة. فبتوزع طبقا للفرش، طبقا للالوان بتاعت الفرش، طبقا للخامات، انت بتوزع طبقا لحاجات كتير قوي. فعندك متغيرات. يعني ايه الكلام ده؟ انا ممكن اعمل بيئه ضوئيه، واماكن الفرش اللي هحطها دي اغيرها واحط الفرش في حته تانية، الدنيا باظت. وممكن اعمل بيئه ضوئيه ثابته في السقف والحوايط، واحط كنبه، الدنيا حلوه قوي. تشيل ماتيريال الكنبه دي وتحط ماتيريال تانية، الدنيا مش جميله. فاهمني؟ تشيل الستايل ده وتحط ستايل تاني، الدنيا مش حلوه، مش لايقه. تشيل الشكل او شيب الكنبه دي وتحط شيب تاني، مش حلوه. فاهمني؟ فالموضوع لو عايز تطلعه احترافي، لا ده لازم محترف اللي يعمله. لكن انا لما بتكلم دلوقتي، انا بديك شويه دردشه كده ازاي تظبط دنيتك. ان انت ما تحطش الاضاءه وخلاص كده طبقا لمزاجك، لا شوف بيئه ضوئيه، يعني مش عيب اتفرج على صور الناس عامله ازاي واعمل زيها، ده هيطلعك بنسبه 60 70% انت في الامان. فاهمني؟ لكن لو انت بقى وزعت طبقا للفكر بتاعك انت بدماغك لا هتلاقي بهدله. الله. طب امال الموضوع المديوله ده اللي هو الاضاءات اللي بتوزعها كل متر ثابته دي امتى؟ ده بنعمله في الحاجات اللي فيها تكرار في الاساس. شركات مثلا تلاقيهم موزعين الاضاءات كل متر سبوت، مش عارف ايه الحاجات اللي فيها ثوابت اصلا في الفرش، مش كنبه في جزء وتلفزيون في جزء وتسريحه في جزء مش كده. ده هو اصلا عنده مجموعه ترابيزات، مجموعه كراسي. فاهمني؟ فهي بتبقى كده. حبيت ادردش معاكم شويه في حته الاضاءه دي، لان انا عارف ان الناس بتبقى بتشطب قبل ما تفرش يعني، ويقول لك اجيب الفرش ابهدله، ابقى اجيب الفرش بعدين. فيوزع الاضاءه في البيت قبل ما يبقى عارف هيحط الكنب فين او الكومود فين او البتاع فين. بالتالي يجي يحط الكومود وعايز يحط عليه اباجوره، يلاقي نفسه محتاج يجيب مشترك بسلك، يعني بهدله فوق الطبيعي. فوق الطبيعي. لا احنا ما بنوزع، وده قلته في اول فيديو، بنوزع طبقا للمفروشات، ده اصل التوزيع، طبقا للاثاث او المفروشات. بس ودي كانت حبة دردشة كده، قلت احكي معاكم فيها في الاضاءة. باي باي.